بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كلمة بخصوص شهر رمضان المبارك، وخاصة بخصوص صلاة التراويح. كثير من الناس يعتقد أن الأجور في صلاة التراويح متساوية. لا والله، الأجور في صلاة التراويح متفاوتة، وكل هذا تحت إطار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله ما يستوون. كذلك هل يستوي من يعلم أجر صلاة التراويح ويأتي إليها رغبة في هذا الأجر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. فهل يستوي إنسان يعلم هذه الأجور وهو يأتي للمسجد راغب في هذه الأجور، وإنسان لا يعلم؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان مريض وإنسان صحيح في الأجر؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان يسكن بعيد عن المسجد وإنسان يسكن قريب من المسجد؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان أخذ معه مجموعة من الناس من جيرانه من أبنائه وزوجته لصلاة التراويح فيكون سببا في حصول الأجر له، وإنسان يذهب منفردا؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان كبير في السن شيخ يذهب وهو يتكئ على عصاه، وشاب ربما يمشي في سيارة أو يمشي على دراجته أو يمشي بقوته؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان صلى جميع ركعات التراويح حتى انتهت الصلاة مع الإمام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإنسان آخر يصلي ركعتين ويعود إلى بيته مسرعا لمشاهدة المسلسلات والأفلام والمنوعات؟ لا والله ما يستوون. هل يستوي إنسان يصلي خلف الإمام حاضر القلب منصت مستمع لقراءة القرآن، يتدبر في آيات الجنة ويتدبر في آيات الوعيد من العذاب؟ لا والله ما يستوون. وإنسان آخر مشغول الذهن يفكر ربما في أمور أخرى ويفكر في أمور تافهة؟ لا، ما يستوون. هذا ما أردت أن أشير إليه من باب النصح والتنبيه في خصوص صلاة التهجد أو صلاة التراويح. نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما.